بسم الله الرحمن الرحيم. من اجمل بقاع الارض السويس بلدنا. قابلنا مديرة القبة السماوية. نتعرف بحضرتك. مدير القبة السماوية بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا. المركز كانت فكرته بداية من 2008 وبدأ إقامته في 2009 2008 مجرد الفكرة. بدأ وضع حجر الأساس امتى بالظبط؟ في 2009 يعني نقول 2010 11 12 2013 احنا بداية السنة الجديدة. متى سيبدأ أول عرض للقبة السماوية؟ إن شاء الله ربنا يكرمنا كده على 25 يناير بإذن الله نقدر نفتتح الافتتاح الرسمي. يعني ده يعتبر انفراد النهارده ان شاء الله. ان احنا خدنا الميعاد بتاع الافتتاح لموقع الشراع اليوم وموقع شبكه السويس الاخباريه. ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك احنا دخلنا وشفنا العرض جميل. في كم قبه سماويه داخل مصر؟ هي تعتبر الرابعه، القبه السماويه الرابعه في مصر بعد القبه السماويه الاسكندريه والكليه الحربيه وفي دمياط تقريبا. احنا هي الثالثه مش الرابعه. الثالثه. حضرتك اللي هيستفاد من القبه السماويه ديت فئات، كل فئات المجتمع، وخاصه احنا يعني كل رسالتنا ان احنا نعمل عروض ترفيهيه تعليميه تنبه كل الطلبه وكل الناس للثقافه وفائده دراسه الفلك. احنا دخلنا العرض يعني اذهلنا ما رايناه. احنا رحنا الاقصر، طلعنا الفضاء، كل يعني انا تجولت في الكون في مده العرض بتاع القبه السماويه دي. بتتراوح ما بين 25 و 35 دقيقه. عروض جاهزه لافلام جاهزه جايه لنا جاهزه مع الاوبرا، وفي عروض فلكيه حيه تضاهي الحقيقه تماما او تحاكيها تماما، اللي هي بقى عن مجموعات النجميه، عن المجموعه الشمسيه وباقي المجرات ومعظم الاجرام السماويه الموجوده في السماء. لاحظ حضرتك ان تم اختيار الموقع بتاع المركز الاستكشافي يعتبر في اجمل بقاع السويس. يعني زي ما بيقولوا ايه، البحر من هنا، البحر من هنا والقناه، يعني زي ما بيقولوا ايه، المكان بتاعه استراتيجي. هل هيتم استغلاله استغلال امثل؟ معانا الاستاذ محمد الرخاوي. ممكن نتعرف بحضرتك؟ محمد الرخاوي مدير اعلام مركز السويس الاستكشافي. ادينا فكره عامه عن المركز. المركز الاستكشافي تم انشاؤه على مساحه 4000 متر مكون من 4 ادوار. الهدف الاول هو مركز خدمي لخدمه القاعده العريضه من مواطني محافظه السويس من طلاب مدارس ومعاهد وجامعات والساده اولياء الامور والساده رباط المنازل. يتركز المركز في تعليم خدمات او في مجال الحاسب الآلي واللغه الانجليزيه والتطريز والخياطه. ايضا المركز يتميز وهو يعتبر رائد بانشاء القبة السماوية الفريدة على مستوى مدن القناة، والتي يستطيع المشاهد أن يراها دون استخدام منظار، وهي بشاشة مميزة جيل ستار تستطيع أن ترى المنظر جميلا ومجسما بالعين المجردة. يمكن القبة السماوية يعني يعتبر أنه هو درس تعليمي ترفيهي يجمع بين التعليم والترفيه ونقل المعلومة المجردة إلى معلومة محسوسة. يستطيع طلاب المدارس التوجه للمركز في مادتي الجغرافيا والتاريخ أنهم يتوجهوا إلى هذا المكان المتميز الكائن على شارع بورسعيد اللي بيجمع بين حي السويس ومنطقة بورتوفيق، وبعتبره هو تجربة رائدة لتنشيط السياحة الداخلية في السويس، لأن السويس تحتاج إلى إعادة
النظر في تنشيطها سياحيا. استاذ محمد، هل التذكره هتبقى رمزيه لاهالي مصر كتير الى جانب طبعا وغير السياح، ولا هيبقى في باكج معين حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للرسوم ان شاء الله يعني المركز بالتشاور مع السيد المحافظ الاستاذ احمد مبارك مدير عام المركز يعني تقريبا ننتهي ان رسوم زهيده جدا لا تزيد لطلاب المدارس عن 5 جنيهات، وبالنسبه لطلاب الجامعات وطلاب المدارس الخاصه 10 جنيهات. وده شكل من اشكال ترويج السياحه الداخليه في السويس. يمكن في خطه هتعقد باذن الله تعالى باتفاق مع قياده الجيش الثالث الميداني وهيئه التنشيط السياحي ان احنا هننشط رحلات سياحيه الى عيون موسى والى متحف السويس الجديد والى مركز السويس الاستكشافي، ونعمل شكل من اشكال الربط حتى يتسنى لابناء السويس معرفه معالم هذه المدينه. والفرصه مفتوحه لمدن القناه: السويس، اسماعيليه، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الاحمر. استاذ محمد، العدد يعني هي بتاخد العدد كام بالظبط القبه السماويه؟ وهل هي ممكن تزيد او تقل او هي عدد معين فقط لا غير؟ سعه القاعه 70 فرد. 70 فرد تمام. يعني وهي معده ومجهزه ان يكون الفوق 70 مشاهد يتسنى له مشاهده هذا الفيلم اللي قد يكون تاريخي او يكون جغرافي او يكون يتحدث عن جانب من الجوانب العلميه. هل حضرتك مقارنه بالقبب السماويه اللي في جمهوريه مصر العربيه دي تقريبا دي ثالث قبه على جمهوريه مصر العربيه، هل المساحه كافيه ام المساحه نفس المساحه في القبب الاخرى؟ هو يعني اهم حاجه ان مواصفات القبه السماويه من حيث المشاهده ومن حيث الرؤيه ومن حيث الجلوس يتسنى للمشاهد ان يراها مشاهده جيده. الميزه اللي فيها ان تدخل هذه القبه او تشاهد هذه الاشياء بعين مجرده دون ان تستخدم منظار. ده يمكن في هذا تمام. حضرتك بالنسبه للمبنى دوت هل ليه خدمات اخرى غير القبه السماويه يخدم شعب مصري، مش هنقول شعب السويس بس، شعب مصري بالكامل؟ هو بالفعل احنا يعني ان شاء الله في طريقنا لانشاء مكتبه الكترونيه بتخدم طلاب البحث العلمي والذين يقومون بدراسات في مجال الماجستير والدكتوراه، بالنسبه لطلاب الليسانس والبكالوريوس، بالنسبه لطلاب المدارس يتسنى للطالب الاطلاع على اهم الابحاث واهم الكتب، بالنسبه للطالب يستطيع ان يتعلم بدايات الحاسب الآلي ويصل الى مرحله متقدمه مطوره اعلى من الدرجات اللي بيحصل عليها ICDL او فوتوشوب او دوره خماسيه. كل هذه الدورات حسب يعني قدره الطالب او حسب من ياتي هذا الامر. اضافه ان انا عاوز اسجل ان جميع خدمات مركز السويس الاستكشافي مجانيه عدا رسوم دخول القبه السماويه، وهو قررنا ان يكون رسومه زهيده لا تزيد عن 5 جنيهات. استاذ محمد، حضرتك احنا دخلنا وتجولنا داخل المبنى، لقينا ان هو ممكن يتعمل فيه حاجات كتيره، مش هنقول السياحه الداخليه بل السياحه الخارجيه. هل هيتم في يوم من الايام عليها اللي هو هنقول لا يا فندم، ده مركز خدمي حكومي تابع لوزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع محافظة السويس والتمويل حكومي، والهدف من إنشائه هو خدمي مجاني لجميع أبناء السويس، وليست هناك وجهة نظر لاستثمار هذا المركز ماديا أو خصخصته. لن يتحول في يوم من الأيام إلى هذا الأمر، لأنه هو ملك الحكومة المصرية وتابع لوزارة التربية والتعليم. استاذ محمد، انا شفت تحت حضرتك مكان ممكن بعد كده هيبقى في مطعم، هنقول ان هو مطعم اسماك. هبقى انا باكل السمك والسمك حوالين مني. لا هو الاكواريوم هو مشاهده الاسماك حسب بيئتها، بيئه الاسماك البحر الاحمر، اسماك البحر المتوسط، الشعاب المرجانيه، تستطيع رؤيه هذه الاسماك
خصائصها وطبيعتها ودرجة الحرارة التي تعيش فيها، ولكن ليس ليقام مطعم يتسنى لهؤلاء أن يتناولوا الطعام. لا، هو الهدف علمي وبيخدم طلاب كلية العلوم والمعاهد الخاصة بعالي البحار والمصايد. في حالة بقى عمل بعض الخدمات داخل المركز كمطعم، كمكان مثلا اقول المشروبات او الكلام ده، هل هيبقى السيطرة عليها من داخل جهاز التعليم ولا هيطرح مزادات وفوجة؟ لا طبعا يراعى فيها انها تكون بثمن التكلفة، وان تكون زهيدة جدا وفي اطار قانوني وفي اطار هيكلة مالية وادارية. فرص العمل اللي هتتاح بقى من خلال المركز ده لشباب السويس. شباب السويس بعض التخصصات المطلوبة، يعني بعد الافتتاح ان شاء الله ستعلن بعض التخصصات المطلوبة قد تساعد ان هي يكون ابناء السويس يعاونوا هذا المركز في تقديم محافظة السويس. بالواسطة ابناء السويس اولا التخصص المطلوب التقدير، وتعقد لجنة، وليس لنا اي اهواء ولا اي مصالح شخصية الحمد لله. بناء على التصريح اللي قالته مدير القبة السماوية، وكان انفراد لجريدة الشراع اليوم وشبكة السويس الإخبارية، هيتم افتتاح صرح داخل محافظة السويس يوم 25 يناير، اليوم اللي قامت فيه الثورة. هيبقى عندنا كمان ثورة سياحية، نتمنى الناس كلها تيجي تشوف القبة السماوية. احنا دخلناها، هنوريكم أجزاء اللي احنا صورناه جوه، فعلا هتقول انا في السويس. شكرا. يعني طبعا هو 25 يناير هو رمز للثورة المصرية، واعتبر ان مدينة السويس هي الشرارة الثورة، وطبيعة هذه المدينة انهم ذات طبيعة ثورية، ولذا يعني يسعد المركز السويس الاستكشافي ان يقدم هدية الثورة لابناء الثورة، مركز خدمي لكل ابناء السويس دون استثناء، دون ماديات، دون استثمار، دون اهواء، دون نزوات. شكرا.